السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهاردة القلب ده عبارة عن ان احنا لما بنيجي نجيب من عند الجزار بتجيب القلب بالفشة بالتعليقة بمعنى اصح. احنا عملنا مع بعض الفشة، هنعمل مع بعض النهاردة القلب. هنشوف مع بعض هنعمل القلب ازاي. في ناس بتقول بنعمله زي الكبدة، لا هو متعملش زي الكبدة يا جماعة، لان هو جامد شوية وبياخد سوا عن الكبدة. تمام؟ فهنشوف هنعمله ازاي مع بعض. يلا نشوف مع بعض هنعمله ازاي. معايا يا جماعه القلب اهو، انا جايباه من عند الجزار، جايبه تقريبا يعني كيلو الا ربع. تمام اهو، وماسكاه غسلاه حلوه قوي، وباجي في الصمامات ده اهي بتاعه الدم، ببقى غسلاها حلوه قوي واطلع الدم. شايفين دي كلها بتبقى دم، وانشفها كده بالمناديل واغسلها كويس جدا. تمام. اول حاجه هنعملها ايه؟ هنقطع القلب بتاعنا قطع. ازاي بقى القلب بنقطعه؟ كده كده خلاص اهو يا جماعه. يلا كده خلصنا اهي القلب بتاعي تقطيع بالشكل ده. هنخش بقى على النار ونشوف هنعمل ايه. اهو يا جماعه انا حاطه الزيت بتاعي بيقدح، وانزل بالقلب بتاعي بالمنظر ده في قلب الزيت، بالقلب في قلب الزيت من غير اي حاجه خالص كده في الاول اهو. شفنا احنا بنعمل ايه كده خطوه بخطوه. نزلت على الزيت بتاعي بالقلب، انزل بقى شويه فلفل اسود، ومعلقه الكمون، معلقه الكمون وشويه جوز الطيب، وزي ما اتعودنا مع بعض يا جماعه احنا بنحطش الملح دلوقتي، الحاجات دي ما بتحطلهاش ملح الا في الاخر خالص. الكبده، القلب، اللحمه، لا الملح بتاعها في الاخر. هنسيبها كده تنزل ميتها وتشرب في قلب الزيت بتاعها وبميتها قيمه ربع ساعه، او يعني نقول ايه 10 دقايق ربع ساعه، ونرجع لها تاني. شايفين يا جماعه القلب بتاعي منزل ميه ازاي اهو؟ شايفين منزل ميه ازاي؟ اسيبه بقى يسوي نفسه بالميه بتاعته، واحط له معلقه التوم دي كمان، واسيبه خالص لما يخلص كده وما يبقاش عليه ميه خالص. اهي الميه اللي هو منزلها دي هو يسوي نفسه بميته وبمعلقه التوم اللي انا اديتها له دي. اهو يا جماعه شايفين الكبده بتاع القلب بتاعي خلاص كده اهو. شكل الكبده يعني بيلخبط اهو، شرب الميه اللي هو نزلها كلها بتاعته، فص الثوم والريحه بتاعته تحفه. هنزل عليه بالبصله بتاعتي اهو، بحيث ان هو البصله دي تدبل خالص اهي، وتنزل برضو الميه بتاعتها ويستوي برضو بيه. كل ده انا ما بحطلوش نقطه ميه واحده اهو، بالشكل ده كده اهو. ويسيبه على النار شويه بالبصل ونرجع له تاني. هنشوف بقى يا جماعه القلب بتاعي اهو. شايفين البصله بتاعتي دبلت خالص اهي، البصله بتاعتي دبلت اهي خالص. هنعمل ايه بقى؟ شايفين الشكل والطعم بصوا بقى، جربوه، جربوا القلب بالطريقه دي، جربوه بالطريقه دي اهو.
والله يا جماعه العين بتاكل، العين بتاكل. طبعا انتوا شايفين اهو المنظر عامل ازاي. انزل بقى بالفلفل بتاعي، الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر اهو. انزل بالفلفل بتاعي اهو. هنا بقى اغطي عمليه، يعني اوقف عمليه التغطيه. انا مش هغطي على القلب بتاعي. ليه بقى؟ عشان الفلفل بتاعي ده يفضل بلونه زي ما هو، ما يغيرش. وانزل بايه بقى؟ انزل بشويه الملح بتوعي. انا حاطه وانا بحط الفلفل حاطه فيه نص قرن فلفل حراق، نص قرن بس، عشان على حسب ما انت عاوزه تحط فلفل حراق، عايزه مش عايزه براحتك. انا حاطه حاجه بسيطه جدا اهو. واسيبه قيمه 10 دقايق، مجرد ان الفلفل ياخد ودي كده مع القلب، لان هو اساسا القلب خلاص استوي اهو. اسيبه اهو 5 دقايق او 10 دقايق عما يتشربوا مع بعض، ويتشربوا بالملح اهو، وياخد طعم الملح وطعم الفلفل. نرجع مع بعض تاني كده. خلاص اهي القلب بتاعي خلص اهو اهو. شايفين عامل ازاي؟ والفلفل متحفظ بالوانه، الاخضر اخضر والاحمر احمر عشان انا ما غطيتوش اهو. شايفين الشكل العام عامل ازاي؟ يلا نغرفه مع بعض ونشوف. نحط في طبق التقديم بتاعي اهو. ايه الجمال والحلاوه دي، ايه الجمال والحلاوه دي. ولا ايه رايكم في كلامي؟ حد عنده تعليق غير كده؟ لايك والاشتراك، اللايك والاشتراك معايا في القناه. اللي يعجبه شغلي يعلق لي ويقول لي الله ينور فعلا، ولا انا اللي بشكر في نفسي؟ الله الله الله. الريحه بقى مش عايزه اقول لكم الريحه عامله ازاي. رشه بقدونس كده. انا يا جماعه ما بحبش البقدونس ولا الكزبره ولا الشبت ولا اي حاجه مع التسويه، انا بحبها كده في الاخر. ايه رايكم في طبق القلب بتاعي اللي ملوش حل ده؟ بألف هنا للي ياكل. وبصراحه الطبق ده تحفه، جربوه، تحفه تحفه تحفه. لايك والاشتراك معايا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.